يا صباح العيش ويا مساء العيش، اي حاجة بقى، صباح مساء اي حاجة الاتنين مع بعض. العيش التركي يا جماعة فظيع. قلت اعمل ايه، حبة عيش تركي كده واجربه. اول مرة اعمله الصراحة. هنا 4 كوبايات دقيق عشان ما ننساش المقادير. 4 كوبايات دقيق مع باكو خميرة فورية، مع معلقة نص معلقة ملح، مش نص، كمان ربع معلقة ملح، على معلقة سكر كبيرة، وزبدية. على بعض، كله على بعض. وافضلي اعملي كده شوية بس، دخلي كله في بعض كده. 4 كوبايات دقيق، باكو خميرة فورية، ربع معلقة ملح، معلقة سكر كبيرة، وواحدة زبداية، وكوباية لبن. حطي الكوباية اللبن حبة حبة بس، اللبن يتدفى، يبقى دافي ما يبقاش ساقع خالص، عشان فيها خميرة طبعا. اعذروني بقى صوتي باين ولا مش باين، انا عندي برد يعني. الحمد لله. بس وافضلي عجيني كده واحدة واحدة. خدت الكوباية كلها، بس انا كل واحدة على حسب الدقيق بتاعها، لان الدقيق ده انواع. انا جايبة دقيق كل الملتزمات، يعني نعمل بيه اي حاجة. هنا الكاميرا انا ما صورتهاش، احتاجت مني ربع كوباية تاني، ربع كوباية مية. ما كانش عندي لبن، فحطيت ربع كوباية مية دافية. ما صورتهاش يعني، فقلت اقول لكم خلاص. بس فهسيبها بقى تخمر على جنب كده. خدت ساعة إلا ربع خمرة، عشان احنا طبعا الدنيا ساقعة. فهي خلاص خمرت، وهنشوف بقى هنعمل ايه. بصوا، جميلة جميلة. العجينة سهلة وحلوة قوي. عندك بقى لبن رايب اعملي بيها، بدل ما تعملي بزبادي. يعني مش شرط يعني، مش شرط زبادي يعني. عندك لبن برضو ممكن تخليه رايب، حطي عليه معلقة خل على النار وعلى البوتاجاز، واعمليه كده هيطلع رايب منك، يعني هيروب منك وتعملي يعني تصرفي يعني. بس الزبادي واللبن الرايب اقصد، يعني بتبقى ايه، بتخلي العجينة حلوة جدا. افرضي انا قسمت العجينة على 2، انا هعملهم في يعني رغيفين كده حلوين. بصوا بايديكي، مش عايزة اي حاجة تانية، هي بايديكي واعملي. بططي بقى كده، هي العجينة بسم الله ما شاء الله بتتفرد معاك، والله العظيم. بصوا انا عايزاها هتبقى ايه، يعني السكم ده اسمه ايه، اهو ده. الحقيقة بصوا عايزاها كده يعني. عايزاها ما تبقاش ولا رفيعة قوي عشان ما تتحرقش مني، ولا تخينة قوي، هي كده حلوة. اغرزي بقى كده، عايزاها تعملي بالشوكة اعملي، انا عملتها بايديا لان العجينة حلوة معايا، فبعملها بايديا كده. اعملي بقى كده، هي كانت عايزة عجن حلو في الاول، يعني اعجني كده حبة حلوين فيها، يعني لمدة 10 دقايق كده اعجني فيها عشان تطلع حلوة منك يعني. حددي كده الحروف كده بايديكي. بقولك عايزة تعمليها بشوكة اعملي، فبراحتك يعني. وفي النص كده وفي النص كده يعني ايه، واعملي كده بايديكي كده فيها. هنا بقى يعني ايه، زبداية كانت عندي كده، فقلت برضه افتحها ورحت عاملة حاطة. بتدي بقى، بصوا بتحمر الوش وتخليه في حتة تانية يعني. وتطريه في نفس الوقت، يعني لسه احنا هنحط له برضه بيض، بس برضه بتطريه جدا يعني. وغرازي برضه، غرازي كده فيه غرازي. اغرزي كده فيه من او بالشوكة وزي ما انت عايزة. هنا بيضاية بالصفار بالبياض بكله، ما شلتش منها البياض ولا حاجة يعني. بحالها كده هحط لها بس شوية نقطة خل، بس نقطة خل عشان الزفارة بس وخلاص. وهدهنها بقى بيها البيضة بحالها، ولا خليت صفار بس ولا شلت حاجة، هي كده. بس كده، ودهني بقى فوق الوش حلو. انا مشغله الفرن بتاعي طبعا، من اول ما ببتدي عجن بشغله. هنا حطيت حبة سمسم عليها، وبعدين احط حبة البركة. بس كده، بصوا الشكل. ده انتوا كده مش شايفينها، ده اما تطلع بقى بسم الله ما شاء الله، يعني حبة عيش الصراحة. رغيفين عيش تحفة حقيقي. دي التانية بقى هعملها في الصينية برضو. هفردها كده. ممكن كمان تتعمل زي يعني ممكن مستطيل، بدل ما تبقى كده تعمليها مستطيل براحتك انت يعني. ممكن تعمليها مستطيلة.
هي اسمها مستطيلة برضو ولا اسمها ايه؟ اه مستطيلة، اللي هي كده زي العيش اللي بيتباع بره كده، اللي فيه ردة ده كده. في ناس بتعملها كده يعني، بس انا حبيت الشكل ده مش عارفة ليه. حبيت ان هو يبقى عيش كده مالي مركزه يعني. واعملي كده بالزبادي عليها، وبعدين حطي بقى البيض، وبعدين حطي السمسم وحبة البركة. عايزة تحطي سمسم بس حطي، عايزة حبة بركة بس حطي. بس هو الاتنين مع بعض خرافة الصراحة. فطار بقى غدا بقى وانت عاملة كده حبة ملوخية كده ولا حبة ويكة، ودي بقى مش هقولك على الطعم، مش هقولك، جربي بنفسك. والله العظيم فظيعة فظيع فظيع مش فظيعة. بصوا كده بقى وظبطوا الدنيا. بس وهدخلها بقى الفرن بقى وهتطلع. يعني اول ما يا دوب تحمر تدي لون من تحت، اروح مولعه الشوايه سنه. اولع الشوايه سنه، انا مش عايزاها للدرجه اللي هي. اهو بصوا طلع عامل ازاي، جميل وطري طري. يعني بصوا اوريهولكوا دلوقتي، بصوا من تحت كمان اهو، ولا لسعه ولا في اي حاجه. تحفه. بصوا اللون من فوق ومن تحت جميل. يستوي من تحت سنه، تروحي مولعه الشوايه وبس واطفي. يعني ياخد اللون ده وتروحي طافيه على طول. اهو. وقطعي بقى كده وكلي بقى. كلي بقى. ده العيش التركي بقى اللي بيقولوا عليه، اول مره اعمله حقيقي بس طلع حلو جدا. ده انا مش هبطل عمايل، كل شويه هعمله. بصوا من جوه عامل ازاي، من جوه تحفه وطري وجميل. جربوه بقى. يلا ما تنسونيش بقى في اللايك والشير ايه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.